موضوع النهارده مختلف شوية عن كل مرة. هنقول ان اسمه التفريغ. يعني ايه تفريغ؟ يعني انت بتطلع كل اللي جواك. كلنا بنبقى ماشيين في الشارع، بنقابل مشاكل وبنقابل ناس كتير ممكن مش تنرفزك، ممكن تحرق دمك وتوصلك لمرحلة ان انت ممكن تطلع الفاظ او تضايقك او تخليك تبقى ممكن تتصرف تصرف انت في غنى عنه. سواء انت راجع من الشغل، في الشارع، دخلت سوبر ماركت، اتعاملت مع ناس مختلفة في سوق، في اي مكان. لما يحصل معك موقف، سواء الموقف ده زعلك، حرق دمك، ضايقك، وصلك لان انت ممكن تتوتر وجه في مره كده انت معرفتش ترد، او ان الشخص ده عزيز عليك ومش عايز تجرحه، او عايز ترد له الاهانه دي او ترد له الرد ده برد تاني بحيث ان هو يعرف قد ايه ان انت اتألمت او انت اتجرحت. ازاي نفرغ العاطفه دي او نفرغ المشاعر دي وما نخليهاش تأثر علينا؟ لان كبت المشاعر بتوصل لمرحله انت في غنى عنها. وانا دايما بتكلم بقول نخلي بالنا، مشاعر الحزن ممكن توصلنا لاكتئاب وذهان. بتبقى درجات، بمعنى تبدأ بزعلة، بتوتر، بقلق، بخنقة، بضيقة، وفي نفس الوقت تلاقي نفسك وصلت لمرحلة انت خلاص مش قادر تسكت. تلاقي نفسك اتعصبت، جالك ضغط، اتضايقت، اتعصبت جامد وعايز تمسك اللي قدامك، سوري، ممكن تفلقه نصين. طيب احنا نعمل ايه في حاجة زي كده؟ اي مواقف بتقابلك مع اي حد ومع اي انسان، خليك بالتقبل. بمعنى يعني حاول ان انت لو هو مثلا اتريق عليك انت ردها له واضحك في وشه، وتجاهل دي واضحك، يعني تجاهل واضحك وردها له برد تاني. هو قال لك موقف، انت حول له الموقف ده انه بالنسبه لك مش فارق. هو طبعا جواه متضايق، ازاي ان انا لما اقول له الكلام ده ما اثرش فيه. طيب حاجه تاني، حصل موقف ان انت معرفتش ترد في موقف معاه وخدت بعضك ومشيت، ومالك ايه تذنب في نفسك وتقول ازاي ما ردتش، ازاي ما عملتش، ازاي. لا، انت ما تسكتش، بس خليك حكيم في ردك وفي ساعتها رد. بس رد يخليك انت تبقى سيد الموقف، مش اللي قدامك. لان هو جاي اصلا يتريق وجاي يتنرفز وجاي حتى يضايقك وجاي يعمل اي حاجه، المهم يحرق دمك وخلاص. طيب في الحته دي بقى انت خلاص مش عارف تفرغ، مش عارف ترد، مش عارف تعمل حاجه، يجي هنا دور المرشد النفسي. انت محتاج تتكلم، محتاج تطلع اللي جواك. في حاجات بتبقى جواك انت مش عارف اصلا تخرجها، فانت محتاج تقعد مع حد، والحد دون هيعرف يطلع